كورس سيفتي هتلاقي ناس كتير بتقعد تقول لك ان هو جميل ومفيد ومش عارف ايه، وكلام كتير قوي عليه وجدال قوي عليه ان هو اساسيات ولا مقدمه في البرمجه ولا الكلام ده كله. فانا جاي انهي الشك ده كله النهارده في الفيديو ده، واقول لك تجربتي الفعليه مع كورس اس 50. تمام، واشاركك تجربه من ليه هل هو مفيد وفادني في ايه وكل الحاجات دي كلها. ما تنساش بقى تتابع الفيديو لحد الاخر عشان تصدقني انت هتستفاد جدا 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 من الفيديو ده. وبرده لو انت ما تعرفش كورس سي سيفتي فبرده تابع معايا الفيديو ده. نبدا باول حاجه وتعريف للكورس، والكورس ده بيتكلم عن ايه. بص، هو الكورس ده مش بيعلمك لغه برمجه فعليه، يعني مش مثلا هو بيعلمك سي بلس بلس او سي او بايثون او كلام من ده، لا هو مقدمه في الكمبيوتر. وزي وركز معايا كلمه مقدمه مش اساسيات، هو مقدمه. تمام، هو الكورس ده مقدم من جامعه هارفارد. فاول حاجه بيبدا معاك بلغه سي، بيفهمك بيها الميموري بتاعت الكمبيوتر، بيفهمك بيها الاريز، بيفهمك بيها الداتا ستراكشر، بيفهمك بيها الالجوريزم. بياخدك من كل بستان زهره من كل حته حبه، فاهمك عن الدنيا ماشيه ازاي. فهو مجرد مقدمه. بعد كده بيخش معاك على الاس كيو ال، وبيخش معاك شويه على اتش تي ام ال، سي اس اس، جافا سكريبت، حاجات الويب يعني. وبيخش معاك شويه باك اند ببايثون، وبيعرفك شويه برضو في السايبر سيكيورتي كده، حاجات يعني بسيطه قوي. تمام، فهو مش كورس اساسيات، هو كورس مقدمه. السؤال بقى هو هل الكورس ده مناسب لمين؟ وهل الكورس ده فعلا كويس ومفيد؟ بص، هو الكورس ده مناسب جدا في بدايتك في البرمجه. تمام، بس اهدى معايا شويه عشان اكمل لك الكلام. فانت بعد ما تخلص الكورس بيكون عندك مقدمات في اساسيات البرمجه. تمام، شويه مفاهيم، شويه حاجات كويسه جدا. وعشان في ناس هتقول لك خد الكورس بعد كده خش في تخصص على طول، وانا بقول لك الكلام ده غلط. طب انا بعد ما اخلص سي 50 طب اعمل ايه؟ طيب، او ايه الحل الافضل ليا؟ او ايه اصلا مرحله الاساسيات دي؟ مرحله الاساسيات ديت انا بشوفها عن نفسي انك بتبدا بلغه سي بلس بلس، تتعلم سي بلس بلس، تتعلم فيها الاول السنتكس بتاعت اللغه، الاف كونديشن، الفور لوب، الحاجات البيزكس في اللغه. تمام، بعد كده تخش في الحاجه اللي هي المستوى الثاني ليفل 2 اوبجكت اورينتد بروجرامنج، تتعلمها بسي بلس بلس. تمام، انا عن نفسي انا برشح سي بلس بلس عن نفسي، هي احسن لغه تبدا بيها وتبدا تفهم بيها يعني ايه برمجه، تفهم بقى الميموري وتفهم البوينترز بقى والحاجات، الجو الجميل ده اللي هيعجبك برضه. هي لغه على فكره مش صعبه تماما. وعلى فكره هي لغه سهله جدا على عكس ما ناس كتير بتقول. لغه جميله وسهله وممتعه، ولو انت واحد فعلا بتحب الكمبيوتر داخل البرمجه وعن حب والكلام ده، لغه ممتعه قوي بجد. فاهمني؟ انا ما برشحش بايثون تماما تماما. اللي يقول لك اصل عشان تبدا في الاول مش عارف ايه حاجه سهله عشان تستمر والكلام ده كلام هطل. انت لو داخل برمجه عشان ايه مش عارف كلام من دوت، لا. وبعد ما بتخلص الاوبجكت اورينتد بروجرامنج بتخش على الداتا ستراكشر والالجوريزم هي مش كود، الالجوريزم هي طريقه حل، طريقه تفكير في الكود. تمام، عشان تقدر تحل الكود بابسط واحسن حاجه. وطبعا بتقعد تحل بروبلم سولفنج كتير وتطبق كتير، عشان طبعا انت من غير تطبيق مفيش برمجه، بدون تطبيق مفيش يعني ايه برمجه. تمام، مجرد فرجتك على الفيديو دي ملهاش لازمه. وبعد كده بتخش التخصص بتاعك، سواء انت عايز تخش موبايل او عايز تخش ويب او تخش سايبر سيكيورتي او تخش ذكاء اصطناعي، اي بقى تخصص. وعلى فكره عايز برضه اقول لك نقطه، ان اللغات دي مجرد ادوات بتساعدك تعمل الحاجه اللي انت عايزها. مثلا انا بتعلم مثلا انا هتعلم لغه سويفت عشان اعمل تطبيقات للابل، تطبيقات الابل. تمام، مثلا انا هتعلم HTML CSS جافا سكريبت عشان عايز اعمل موقع ويب. يعني مثلا اتعلم برضه سي بلس بلس عشان افهم الكمبيوتر كويس واعلي المنطق عندي وازداد ذكاء واتعلم اساسيات كويسه، الكلام ده كله يعني. طب بعد كل الكلام ده بقى انت تنصحني اتعلم سي اس 50 ولا اخش في سي بلس بلس على طول؟ ما طالما سي بلس بلس بتعلمني الاساسيات على طول وبتدخلني في الدنيا كل حاجه، وناس كتير بتبدا بسي بلس بلس مش لازم سي اس 50. احب اجاوبك على السؤال ده، اقول لك ده مش قانون تمشي عليه. عايز تبدا بسي بلس بلس على طول مفيش مشكله تماما وزي الفل، وهتتعلم حاجات كتيره جدا. ولو بدات بسي اس 50 برضه كويس جدا. بس انا كمهند بدات بسي اس 50 بعد كده سي بلس بلس، فبقول لك ان انا لما بدات بسي اس 50 الدنيا كانت بالنسبه لي سهله جدا في سي بلس بلس. ليه؟ في سي اس 50 انا دخلت الاول في بدايتي في البرمجه، دخلت بقى على عالم جديد، على مجال جديد قوي، فاريبل بقى وكلام. حتى بقول لك ان انا كان بالنسبه لي كلمه الفاريبل متغير، ان انا اكتب اكس بيساوي انت اكس بيساوي مش عارف 10، ده كان بالنسبه لي انا مش فاهم ازاي انت اكس. كانت بالنسبه لي الحاجات دي تعاويذ بجد، فاهمني؟ والفانكشن بقى ده انا قعدت يجي اسبوع في الفانكشن عشان افهمها، فاهمني؟ فكان الموضوع بالنسبه لي صعب شويه. بس كنت بقعد ابحث وادور في فيديوهات واكتب واسجل واخش على مصادر واسال مش عارف جيميناي واسال كلود ومش عارف ايه، طب ازاي دي كده، ازاي دي كده، ازاي دي جت كده، طب دي ليه كده، فكان عندي استفسارات كتير.
بعد كده لما دخلت في سي بلس بلس خلصت الحمد لله يعني الاساسيات بتاعت سي بلس بلس، خلصتها في اسبوعين بالظبط. اسبوعين بالظبط خلصت اساسيات سي بلس بلس، حتى انا شايف ان انا كنت ممكن اخلصها اقل من كده واتمرقعت، فاهم؟ بس فدي حته برضو بوينت كنت عايز اقولها لك. فأتمنى أكون ساعدتك في الفيديو دوت، وقلت لك شاركت معك تجربتي البسيطة المتواضعة، واستنى تعليقاتكم، وما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك عشان ده بيفرق معايا جدا بإذن الله، عايزين نكبر القناة أكتر وأكتر. تمام يعني، سلام.